عبد العظيم الذهبي نجم ذا فويس. نجم ذا فويس عبد العظيم الذهبي ضيف نهار السبت على بص وطل أقوى راديو انترنت. أنا عايز أعيش في كوكب تاني يا عبد العظيم الذهبي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي. أمانة تبوسولي إيدينا وتسلمولي على بلادي. عبد العظيم الذهبي نجم ذا فويس ضيف نهار السبت مع كريم مسعد ومحمود ربيعي السبت اللي جاي على راديو بص وطل أقوى راديو انترنت. من جديد في نهار السبت على راديو بص وطل أقوى راديو انترنت. واخيرا والحمد لله على السلامه والحمد لله وكل الحاجات الحلوه وصل عبد العظيم الذهبي نجم ذا فويس ضيف نهار السبت. عبد العظيم الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب ويسلم جميع المشاهدين والمستمعين، ويا رب اكون ما طولتش عليهم قوي يعني. هم اكيد كانوا مستنيينك يا عبد العظيم، بس خلينا نتكلم بقى، نستغل الوقت اللي فاضل لنا في البدايه كده. عبد العظيم يعني عايز الناس اللي بتسمعنا تعرف اكتر عن عبد العظيم، يعني كلمنا عن نفسك في البدايه. اكيد طبعا حقهم عليا. انا عبد العظيم الذهبي. الحكايه باختصار كلها بدات معايا ازاي وكده من زمان جدا وانا عندي 9 سنين. كويس. بدات اغني، كان والدي ووالدتي اكتشفوا الموضوع وانا بقرا قران. بدا الموضوع كده من البيت وبعدين بدا في المسجد، بدا مش عارف ايه، فبدات المدرسه، طب حفله هنا كده بدات شويه، وبعدين رحت الاوبرا فريق اطفال. بعد كده بدات موسيقى عربيه ومراكز شباب. طبعا كل الناس عملت ده، شباب ورياضه وغيره، وهو ده اللي فعلا بيظهر المواهب. وبعدين توجهت بقى لان انا اخد الموضوع اكاديمي شويه. دخلت كليه تربيه نوعيه، قسم تربيه موسيقيه. تمام. الحمد لله اجتزت ال4 سنين. تمام. كنت تخصصي فويس. كويس. بس غربي طبعا، كان غناء غربي، بس طبعا افادني كتير جدا جدا جدا. بعد كده دلوقتي حاليا في الماستر. خلصت الدراسات الحمد لله كلها بامتياز الحمد لله. فاضل لي بقى حوالي شويه كده في الرساله، طبعا مكسل عنها شويه عشان احضر حاجه للمشاهدين باذن الله والمنتظرين. فبحضر حاجه قريب قوي وهتعجبهم جدا باذن الله. أكيد. هل ده يا عبد العظيم خلاك تحس في ذا فويس انه انت فاهم عن ناس كتير كانت موجوده، بما انك دارس مزيكا فانت حاسس انك فاهم كتير عن ناس موجوده، فده عمل بعض مش مشاكل، مش هقول مشاكل، لكن اختلافات في وجهات النظر في طريقه الغنى، في الاداء، في غيره؟ بص هقول لحضرتك حاجه حلوه قوي. انت عارف حسيتك ليه السؤال ده؟ هو واضح انه مش عندك من السكتش. طيب هو مبدئيا مفيش واحد في البرنامج ما كانش فاهم ودارس. كل الناس عندها سي في كويس محترم. كل المطربين وكل المدربين وكل الكوتشز، او سواء النجوم الاربعه او الاربعه الكوتشز المساعدين، لا كلهم عندهم سي في محترم ويحترم. فانا ما اقدرش اقول مين مش فاهم او مين فاهم، لا بس في اختلافات في الفهم يعني. ده عندنا وجهات النظر. طبعا يعني. انا مدرستي كذا، هو مدرسته كذا. بس طبعا قابلتني كتير. انا ما يعني صريح. قابلتني كتير. بس كنت بتغلب عليها الحمد لله شويه بان انا فاهم انا عايز اعمل ايه، انا صوتي هيوديني لفين. كنت بنفذ اللي بيتقال لي بس ما بقاش مقنع. فبالتالي الاقي الحد نفسه هو اللي بيقول لي طب اعمل اللي انت عايزه، فيقتنع باللي انا عايزه، فتعمل حاجه كويسه. الحمد لله. لوحظ من عبد العظيم انه ما غناش طول البرنامج اغنيه حب مثلا. هل انتوا اللي كنتوا بتختاروا الاغاني ولا حد كان بيختار لكم؟ طيب انا هقول لحضرتك حاجه حلوه قوي، السؤال ده قوي في الجون يعني. انا مش بغني ده، مش بغني السكه دي خالص. انا سكتي شويه في الاجتماعي، شويه في الوطني، شويه في الديني، شويه في الالوان اللي الناس بتحب تحسها وتقشعرها قوي ده. وانا معترف قوي بان الالوان دي ما بتخلص. يعني في ناس كتير قوي قالت لي طب ليه زنق نفسك؟ ليه زنق نفسك في ده؟ هتحتاج ان انت الثوره تخلص في يوم فهيبدا. قلت له لا، في امور كتير قوي بتعدي على الناس، كل يوم محتاجين ان يتعمل غنوه حتى ولو دقيقتين تعبر عن ده، عن تجربه، عن حياه، مشكله وحلها مثلا. عن تجربه انت وانت ماشي في الشارع بزحمه. طب الزحمه دي طب ما هي محتاجه كلام، وكلام كتير قوي، طب نحلها ازاي؟ نحلها كذا وهكذا. مش هتخلص ولا هتنتهي. طيب فانا معترف ان انا اللي بعمله
الناس محتاجاه قوي. مش محتاجين نعمل زحمه في الوسط. انا حاسس ان في زحمه كبيره قوي في الرومانسيات في السكه دي. فده مخليني رايح في حته تانية شويه مختلفه. يمكن ما شاء الله حمزه نمره بدا الموضوع وعمل اعلى ايرادات في 2011، ودي حاجه مطمناني قوي. فاتمنى ان الناس تبقى عايزه تتابعني علشان ده، علشان عارفين ان انا هحط مشكله قدامهم وهحط الحل بتاعها قدامهم، ومش بعيد اعمل البوم كله مثلا عباره عن مشكله واحلها ازاي في الاغاني كلها. عادي طريقه يعني مختلفه في الكلمات في المزيكا. بالظبط. تمام. انت شفت اكيد ذا فويس امبارح، وشفت الاربعه اللي وصلوا الى النهائي. عايز اسالك بشكل عام، انت توقعاتك مين اللي هيكسب ذا فويس؟ انت شفت مين؟ يسرا ومراد وفريد. هقول كنت اتمنى مين. تمام. وبعدين تمنيت بعده مين، وبعدين توقعاتك مين؟ حلو ده. يعني انا كنت اتمنى سامر او انجي، الاثنين طلعوا. فتمنيت بعدهم بصراحه. الصوت الوحيد اللي كان يمسني قوي كانت لميا الزايدي، طلعت امبارح. مين بقى الاربعه؟ مين من الاربعه ده الفوتنج بقى اللي هيقول. لا توقعاتك ايه؟ الصوت القريب شويه من الشرقي واللميا يسرا او مراد. بس مين فيهم مش قادر احكم. قصي فنان جميل جدا. فريد جميل وهايل وكل حاجه حلوه في الدنيا. فريد ده كان فريقك، كان معاك. فريد اعز صديق ليا على فكره في فريق شيرين. كان هو وانجي كان اعز صديق ولا زال. ولا زلنا بنتكلم، وكل يوم بنتكلم وبيطمن عليا وبيطمن عليه، وجميل الموضوع. انما فريد ياخد ذا فويس، انا قلت له ما ينفعش، لان ذا فويس لازم يتعمل لصوت عربي شرقي بحت. طب اخد ذا فويس، هبارك له الف مبروك. مش هبقى راضي من جوايا حتى وهو صديقي، وهو اقرب واحد من الاربعه لقلبي، ولا زال وهيفضل. وانا صريح جدا وقلت له الكلام ده. حلو ده. فانا اتمنى مين من الاربعه، مراد او يسرا. طيب احنا معانا التليفون، نقول الو. الو. ايوه، مين معانا؟ السلام عليكم. محمد ياسين. اهلا وسهلا محمد، ازيك؟ اتمنى ان انا اتكلم مع عظيم، لان بجد هو سمعك. بحبه، دي كلمه قليله جدا، انا بعشقه جدا يعني. هو سمعك، اتفضل. طيب بص يا عظيم، انا بحبك جدا من اول ما بدات في ذا فويس، بس كان عندي حاجه حلوه قوي ربطاني بيك، وحاجه يعني مزعلاني منك شويه، فممكن اقولهم؟ يا ريت تقول لي. طبعا اتفضل. تمام. اللي شدني فيك يا عظيم فعلا اسلوبك المختلف وطريقه غنائك يعني فوق الروعه، بجد احساسك جميل جدا، وانت فاهم انت بتعمل ايه، غير انك دارس، انت حافظ انت بتعمل ايه وعارف انت بتعمل ايه كويس. صوتك جميل جدا. برضه اختياراتك للغنى اللي انت غنيتها في البرنامج كانت جميله جدا وحلوه جدا، بس في بقى الحاجه الوحشه اللي مزعلاني منك شويه، انا اسف يعني. لا يا حبيبي اتفضل طبعا. ان اول ما شفتك في البرنامج حسيتك انه الشاب المصري الطيب اللي هو المتواضع الجميل كل حاجه، يعني حسيتك انك ممكن يعني في يوم من الايام، حتى لو بامر الله، لو كنت خدت برنامج ذا فويس وكنت بقيت احلى صوت، اللي هو مش هحس فيك سنه كبرياء شويه او سنه الغرور شويه. انا حسيتها دي من بعد ما عبد العظيم خد الشهره. طيب انا اسف يعني. طب ممكن ارد انا ثواني. طيب اتفضل محمد، نرد احنا بقى من احنا شفناه وجها لوجه. هو هيرد طبعا، بس انا شفت عبد العظيم يمكن لسه اول مره نتقابل وجها لوجه يعني انا وكريم، بس انا شخصيا اكاد اشهد لك بده ان مفيش حاجه من دي خالص. هقول لك على حاجه من جانبي انا. عبد العظيم انسان جدا، وانت يعني عايز اقول لكم هو ظروف ما بالطريق وهكذا اتاخر. عبد العظيم ملوش علاقه يعني، ملوش علاقه، وهو الراجل والله العظيم يعني اعتذر جدا عن الموضوع، ويعني هو كان متضايق جدا ان ده حصل، وفي نفس الوقت هو انسان بسيط جدا ولطيف جدا فوق ما انتم متخيلين. وانا اظن يعني ان امثال عبد العظيم من البشر مش هيبقوا كده يعني، مش هيتغيروا في تحليل الشخصي. طيب يعني. اتمنى ان انا ارد صغير قوي. انا مش هرد عليك يا محمد، بس انا اتمنى تقول لي النقطة اللي وضحت لك كده مثلا، او اللي خلتك تقول كده. وانا ممكن، انا على فكره مش بتكلم ان انا بدافع، لا انا ممكن اكون عملت حاجه فعلا زي ما انت بتقول اغيرها يعني. اكيد بتنصحني ونصيحه لله يعني. سبت لك سبورت على الفيسبوك، سبورت على البيج يعني. نفسي ان انا اشوفك، نفسي ان انا اتقابل بيك. كويس قوي. انا حابك لدرجه فظيعه جدا يا ابو عظيم بجد. ربنا يبارك لك. وانا بجد واخدك يعني مثل اعلى. انا بغني اي نعم وبكتب اغاني، بس انا مش شايف نفسي، انا بعيد عن الموضوع دوت، بس انا شفت نفسي غير كده وكده يعني صحابي جدا واخواتي كلهم لما سمعتهم عبد العظيم حبيتهم في عبد العظيم اوفر زي ما انا بحبه بالظبط. ربنا يخليك ويبارك فيك. طيب انا هرد رد بسيط قوي صغير قوي قبل ما تكمل.
انا اللي انا كتبته يعني ما جاليش لا رد عليه او حسيت باهمال، ما كانش مني انا بس، ده لقيته من ناس كتير قوي. ان في ناس عايزه تتواصل مع بعضهم شخصيا. طيب هرد رد بسيط. اقول لكم على حاجه، معلش يا عظيم، انا متاسف. انا بعت له المسج ما ردش عليها غير بعدها باسبوع، وده لظروف انا عارف ان هو كان عنده يعني شقله مسجات قد كده. اقسم بالله اللي انا اعلى مني ومنك ومن كل الناس، انا على البروفايل الخاص بتاعي لحد الان في 2888 رساله. اتفضل. 2888 رساله، واديك الباسورد بتاع الاكونت بتاعي الاسبوع عشان طيب ما علينا من الاكونت حبيبي، ربنا يخليك. ما علينا من الاكونت بتاعي، خلينا في البيج. اكيد انت بعت لي على البيج صح؟ اكيد. طيب انا البيج والله العظيم معايا 7 ادمن. طب اعمل ايه اكتر من كده؟ واحنا 28000 ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. 28600 النهارده اظن زاد. ممكن يكونوا زادوا، بس يعني اتمنى بجد ان ما حدش يزعل مني. اقسم بالله ما تقصير مني ولا كبرياء ولا حاجه. انا الله اعلم واعلم يعني. انا ممكن اكون في سنه، ممكن انت تكون شفت ده وممكن اكون صح، علشان كده قلت لك قول لي ارجوك، علشان اكون انا لو انا غلط اصحح من ده واصلح من ده. بس اتمنى. انا بحبك جدا بجد، ربنا يخليك يا حبيبي، فوق ما تتخيل. ربنا يبارك فيك يا رب. محمد حبيت ناس كتير قوي فيك، لان بجد انت تستاهل الحب دوت. محمد ربنا يخليك واسمعنا دايما. يعرف ابو عظيم ما ينفعش ان هم ما يحبوش، لا انت محبوب جدا يا حبيبي. محمد بنشكرك جدا. انا اتمنى تفضل ابو عظيم، يعني ما اتمناش يا رب. ادعي لي بده. ده اللي انا بتمناه يعني اعمل، لا مش تتمنى، ادعي لي بده. شكرا يا ابو حميد. محمد بنشكرك جدا على تليفونك وتابعنا دايما. ميرسي جدا. ميرسي عبد العظيم. نرجع لك تاني وعايزين نسمع بقى، غني بقى. عايزك تغني حاجه غير اللي انت غنيتها في ذا فويس بقى. يعني شوف انت عايز تغني ايه من حاجاتك، لو انت عندك حاجات بتاعتك ابسطني بقى. طيب هو مبدئيا في حاجه ان شاء الله قريب قوي. أيوة. قوي قوي يعني. حلو ده. بس طبعا مش هينفع اقول. حلو ده، مش حلو قوي. اقول مع مين واحرقها؟ لا ولا بلاش. لا لسه. طيب. لا لسه مش اي حد عارف اي حاجه. طيب خلينا طب يعني طيب مش بينا وبين بعض بعد الحلقه بسمعها لك. حلو. فانا ممكن اسمعك حاجه مثلا من شغلي القديم، ويا رب تعجبكم يعني. اتمنى انها اتفضل. اكيد. مش معنى ما نجحتش في مرة تبقى الحياة وقفت قصادك. أي حاجة في أولها صعبة، بس المهم يزيد عنادك. اكسر روتينك، غير حياتك، مفتاح نجاحك قرب من ربنا. ابدأ وفكر، ابني وعمر، لازم نغير من فكرنا. اكسر روتينك، غير حياتك، مفتاح نجاحك قرب من ربنا. ابدأ وفكر، ابني وعمر، لازم نغير من فكرنا. اكسر روتينك، غير حياتك، مفتاح نجاحك قرب من ربنا. مفيش حاجه تتقال بعد كده. اقول ايه بقى؟ حبيبي معانا تليفون. الو. نقول الو. ايوه مين معانا؟ الو، معك عمرو وحيد. عمرو اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا يعني اعتبر من بلديات يعني عبد العظيم، انا من سوق جنبه. تمام. عايز تقول لي ايه عبد العظيم؟ طيب اولا عبد العظيم يعني اولا شرف لمصر بجد في برنامج ذا فويس. عبد العظيم يعتبر عارف اللي هو الحاجه الحلوه قوي اللي احنا كنا بندور عليها من زمان يعني. هو سامع كلامك. مش عارف. انا شخصيا انا يعني من بعد ما هو غنى انا مش عارف ارد. حاسس ان انا لساني اتلجم. مش والله فعلا حقيقي مش عارف ارد يعني. بجد انا بسمعه من ساعتها. انا بجد يعني جسمي اشعر. انا اولا يعني
انا برضه بغني وبكتب وكده، بس بجد انا جسمي اشعر. انا يعني بجد انا يعني لما سمعت منك الاغنيه بتاعت يا بلادي، لما سمعتها منه يعني بجد كاني اول مره اسمعها، كاني اول مره اسمعها بجد. يعني مع احترامي لرامي جمال ومع احترامي لعزيز الشافعي مش اي مشكله، بس بجد اول مره اسمعها بجد. يعني حسيت ان انا اول مره دمع، اول مره احس ان انا شايف الشهداء قدامي، شايف ارواحهم قدامي، شايف ان ارواحهم كانت بتطوف حوالين المكان، وهو عبد العظيم كان من المكان بجد بجد. انت شرفت مصر وشرفتني انا شخصيا، مثلي الاعلى. بجد بجد بتمنى ان انت لما تكون موجود في اي مكان بجد اعرف مكانك فين واروح، لان انا بجد هتشرف ان انا معرفتك واتشرف ان انا اقعد معاك. عمرو احنا بنشكرك جدا جدا لوجودك معانا وكلامك لعبد العظيم، وتابعنا عشان هو لسه هيغني حاجات كتير ويقول كلام كتير. عايز ارد على عمرو ثانيه بس. انت اشعرتني بكلامك والله العظيم. انا اقسم بالله انا ما سمعتش كلام حلو كده في الدنيا. ايه يا عم ده يا عم، انت بتجيب الكلام ده منين يا عم؟ والله العظيم بجد. على فكره انا من اول ما دخلت من ذا فويس على فكره، والله العظيم من اول يوم وانا عارف ان انا حاسس ان انت معايا، وحاسس ان انت يعني بتقول لي يا عم معلش عشان خاطري خليك تابع معايا، خليك تحس بيا. يعني حاسس انت بتقول لي انا بس، ما بالك انت بتقول لي 80 مليون مصري. طب عمرو بعت له فوت ولا ما بعتلوش يا عمرو؟ ايه؟ بعت له فوت ولا ما بعتلوش؟ انا من كتر الفوت شحنت 3 كروت. ان شاء الله العظيم بجد. انا من كتر ان انا يعني حاسس بتألقه بجد، مش عارف ابعت له. بص اكتب فيه ايه؟ اكتبه فيه ربنا يخليك يا رب. انت ملاك في الغنى، مش عارف اقول لك حبيبي. عمرو متشكرين جدا جدا لوجودك. عمرو قال نقطه مهمه قوي برضو، معلش هذكرها بسرعه. هو قال ان اتمنى ان انا اكون في مكانه وهو يشوفني. انا اتمنى ان ده يحصل، وباذن الله قريب قوي هعمل رابطه لكل الناس اللي حابه تشوف عبد العظيم او نقعد مع بعض نفكر لعبد العظيم ايه اللي جاي. عبد العظيم مش بتاع نفسه، بتاعكم انتم. باذن الله انا بفكر ان احنا نعمل رابطه انا واحمد مؤمن مدير اعمالي. احمد ما شاء الله هو اللي قال لي على الفكره، بسم الله ما شاء الله عليه، ودماغه الذريه بجد 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 بحييه. عايزين نعمل رابطه مش محبين بقى، اخواتي بقى واصحابي هم دول الناس. لا، عايز الناس دي تبقى جنبي، نفكر سوا، نتجمع سوا في مكان نعام، يبقى لينا لقاء مثلا شهري، وان شاء الله حتى لو بره مصر هنزل لكم باذن رب العالمين. تمام. طيب يلا ناخد تليفون تاني. الو ايمان وحيد. الو ازيك عامل ايه؟ كريم مسعد معاكي ومحمود ربيعي كمان ومعاكي عبد العظيم. قولي ما تشائي، انت زميلته في الكليه، قولي لي بقى هو بيأدي ازاي في الكليه؟ المفروض ان هو بيدرس، صح يا عبد؟ مش انت بتدرس؟ هو اكيد فاكرني، يعني احنا كنا مع بعض سنه في سنه. بجد انا عايزه اقول له ان هو احسن فويس بجد، وهو من ساعه ما طلع من البرنامج احنا ما بقيناش نتابعه اصلا. ويعني انا مبسوطه جدا ان انا شفته في المكان ده دلوقتي، وان هو يا رب من نجاح لنجاح ويبقى احسن واحد في الدنيا. عبد العظيم حد بعيدا عن الغنى وبعيدا عن اي حاجه، كان من اطيب الشخصيات اللي معانا في الكليه. محترم جدا جدا جدا، وعارف يتعامل ازاي مع الناس. فيعني بعيدا عن ان هو صوته حلو، وهو انسان يعني قلبه ابيض جدا. تمام. فانا مبسوطه قوي ان انا بشوفه قدامي دلوقتي وان هو ناجح كده. وعايزه اقول له بس ان هو نفسي اسمع اغنيه على الحلوه والمره زي ما كان بيغنيها. انا كنت لسه هسالك بقى ايه اكتر حاجه كان بيغنيها حلوه ايام بس خلاص هنسمع على الحلوه والمره. كنت بسمعها منه في الحفلات في الكليه، كانت جميله جدا منه. هنسمعها اكيد. انا عايز اشكر ايمان قوي واقول لها ان انا مقصر قوي في حقهم بجد بجد بجد، يعني مقصر قوي وما بسالش على حد. وانا عارف ان انا ندل قوي الفتره اللي فاتت ايمان، بس معلش اعذروني بجد والله ابدا بالعكس. احنا مبسوطين ان انت بقيت كده، واحنا بنتمنى لك ان انت تكون احسن من كده. يا رب يا رب. والمهم المهم ان احنا بنطمن عليك وعارفين ان انت معانا وفاكرنا، ومش مهم اي حاجه، المهم ان انت تبقى احسن واحسن وتكبر اكتر من كده. يا رب. وانا متاكده من كده على فكره. سيبك من اي حاجه انت عملتها، سيبك من البرنامج وان انت بسمعنا ان انت طلعت يبقى انت وحش. بالعكس، اديك شايف حب الناس كله معاك، وثلاث ارباع اصحابك وثلاث ارباع اللي بيحبوك بقوش يتفرجوا على البرنامج اصلا من ساعه ما انت طلعت. ويا رب دعواتكم بقى كمان معايا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا معاك يا زيما يا رب. بنشكرك جدا يا ايمان على تليفونك، واكيد هنسمع دلوقتي على الحلوه والمره. يلا بينا عبد العزيز. جدا. باي باي. باي باي. بس يعني ما تموتنيش زي ما موتني المره. لا خلاص هنسرع الموضوع شويه. لا انا تعبت نفسيا. يعني انت ما شاء الله عليك ما غنيش على الحلوه والمر. انت مش مدرك حبيبي، انت مش مدرك انت بتعمل فيها ايه. على الحلوه والمره، على الحلوه والمره،
مش كنا متعهدين ليه تنسى بالمرة، ليه تنسى بالمرة؟ عشرة بقالها سنين عالحلوة والمرة، نسيت خلاص عهدنا ونسيت ليالينا، ونسيت كمان ودنا، ونسيت أمانينا. يا ناسي عهد الهوى ليه تنسى ماضينا؟ يا ناسي عهد الهوى ليه تنسى ماضينا؟ حرام عليك كل ده شمتهم فينا، راح تنسى كام مرة وتفوتني كام مرة؟ راح تنسى كام مرة وتفوتني كام مرة؟ وتشمت العزال عالحلوة والمرة. ما فيش كده، ما شاء الله عليك. ليه كده ليه كده؟ طب يعني معانا التليفون، ناخد التليفون. بس بعتذر على الكلام اللي نسيته في الغنوة عشان لا بقى حلو ما فيش احلى من كده ما شاء الله. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معانا؟ نشوى. تقولي ايه لعبد العظيم معانا دلوقتي على الهوا؟ اقول له انت في نظرنا احلى صوت بصراحه، يعني مع احترامي لاي حد هيكسب بس هو احلى صوت. عايزه يسمعك ايه؟ يغني ايه؟ بص هو اي حاجه هيقولها حلو، بس كنت عايزه اقول له لو فاكر لو يوم ما كسب في توكس ميتر الكومنت اللي طلع له كان احلى كومنت كنت انا نشوى حلمي، صح كده؟ ايوه صح. فاكر ازاي؟ كويس ان انت فاكر. نشوى احنا بنشكرك جدا. انا عارف ان احنا المفترض بصي المفترض ان احنا هقول لك حاجه. حاضر والله، بس المفترض ان احنا بنحاول يعني ناخد مكالمات كتير فبنقصر الوقت، فيا ريت نكون هاتيها. مفيش مشكله. خلاص اوكي اتفضلي. مين؟ الو. ايوه اسمك ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم ابو عزيز؟ هو معاكي بالفعل. اسمك ايه بس؟ نورهان. قولي له انت عايزه تقولي له ايه. اتفضلي هو سامعك. اتفضلي يا نورهان معاكي. الو. هو سامعك. قول له بجد انت احلى صوت. ممكن تسمعني اغنيه يا بلادي؟ انا بكيت جدا لما خرجت ولما غنيتها. هنسمعها اكيد يا نورهان، اكيد هنسمعها. انا مش عايزك تبكي تاني بقى علشان بس يعني حاضر هنسمعها. حاضر والله اكيد هنسمعها. انا مش هتفرج على البرنامج تاني لما انت خرجت. خلاص فاضل الحلقه بقى، معلش عصير ليمونه ونتفرج عليها. ميرسي يا نورهان ليكي جدا والنشوى كمان شكرا، وتابعونا لاخر الحلقه. بص كميه اغاني الناس بتطلب منك اغاني. انا عايز اقول لك بقى على حاجه لي انا بقى مستوى شخصي يعني. انا سمعت برضاك فوق ال 40 مره. ده حقيقي اقسم بالله مش هزار. انا كنا بنسمعها للناس 40 مره غصب واقتدار. ويعني قبل ما حد يعني كان لسه متابع ذا فويس، وكان في عبد العظيم عبد الله فرج مهندس الصوت. شوف اللي جوه. لما سمعك احنا عندنا زميلنا هنا هاني عبد الناصر دكتور في تربيه موسيقيه. ان شاء الله. مش عايز اقول لك هو لما سمعك كان رد فعله ايه. لا وعايز اقول لك بجد كنا بنقول للناس اسمع ذا فويس عشان في حد مصري اسمه عبد العظيم الزاهد بيغني الاغنيه دي. طب انا عايز بقى يعني انقلك لنقطه تاني بعد ذا فويس. يعني ان انا سمعت اخبار ان صوت الحياه قالت هنتبنى المواهب صوت القاهره. صوت القاهره هيتبنوا المواهب في كذا مكان، في كذا البرامج اللي فيها شباب او بتاع. انت نفسك بغض النظر حتى عن ده حقيقي معاك او لا او حصل او لسه هيحصل، انت بتعمل ايه؟ يعني بتخطط لايه بعد ذا فويس؟ حلو قوي السؤال. الناس عايزه تعرف انا بعمل ايه وهعمل ايه. انا الحمد لله يوم الحلقه يوم ما خرجت الحمد لله الف حمد والشكر 3 عروض وانا قاعد بعد حوالي مثلا تلت ساعه من الحلقه. الحمد لله ما اتاخرتش يعني. جاء بعدهم عرض كمان حاليا، فهم الاربعه انا بدرس فيهم ومش لوحدي، معايا المستشار القانوني والمستشار الفني. فانا بشوف بصراحه بشوف فيهم اللي هيعمل عبد العظيم بطريقته بالظبط كده. الله ينور عليك. طب يعني انا كنت عارف ان انت كنت قاعد مع احد الملحنين الكبار في السوق من كام يوم كده فاتوا، اللي هو اقول اسمه ولا بلاش؟ ممكن تقول عادي. محمد رحيم. بص هو ما حصلش. لا وانا سمعت ان كان في قاعده مع محمد رحيم، يا انت يا احمد مؤمن اي حد. لا انا صريح قوي والله، انا صريح قوي. انا اتمنى طبعا حبيبي يعني ما يعني اتمنى، ده شرف ليا كبير
وباذن رب العالمين انا اصلا بحب الراجل ده جدا، بحبه جدا جدا، بحب دماغه جدا. الدماغ دي فيها حاجه محدش لسه طلعها، واضح يعني من التعامل بس البسيط يعني. من اول الشخصيات اللي باذن رب العالمين هتعامل معاها هيكون محمد رحيم باذن الله. هو صديق شخصي لاصدقائي، فيمكن جه تردد كلام كده، لكن لا ما قعدناش بصراحه، والله لا فعلا. طيب بس انا قعدت مع ناس تانية. ايوه انا صريح علشان بحضر حاجه الصراحه بقى. ما هو قول بقى. بحضر حاجه حصري لراديو بص وطل. ايوه انا مش هقول الغنوه ايه، بس هقول ان هي ما انا هقول لك الغنوه دي حاجه حوالي 3 دقايق او اقل كمان ممكن. بس هي يعني انتظروا يا بلادي الجديده. حلو. مين اللي كاتب، مين اللي ملحن؟ ما بلاش ده. لا انت قلت يعني صريح، خلي طيب بالك. خلينا لا بلاش يغني. خلينا اللي كاتب الشاعر الجميل احمد سلمان صديقي الودود. ايوه اللي ملحن الفنان الجميل جدا احمد سعيد قطب. وهو بره مصر دلوقتي. ايوه وبعت لي الغنوه من بره مصر، واللي موزع استاذ مصطفى قاسم. عظيم. الاسماء انا عارف ان هي مش هتخضكم، لكن هتخضكم قوي في الغنوه ان شاء الله. اتفضل يا حبيبي. سجلت ولا لسه ما سجلتش؟ لا بصراحه لسه، والله لسه كده. هو لسه الراجل ما سجلش كده. طب ناخد تليفون. ناخد تليفون. الو. ايوه مين؟ صباح الخير. صباح النور. معاك عمرو الذهبي اخو عبد العظيم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. قول لي بقى عمرو، عايز تقول لعبد العظيم اخوك بقى؟ طبعا اكيد طبعا. والبيت وكده. بالراحه عمرو عشان الاسئله الحلقه والله مشرفنا ورافع راسنا. وهو في نظري وفي نظر العيله كلها والاسره هو فعلا احسن صوت، وفي نظر مصر اعتقد كلها يعني. احسن صوت في المسابقه. بغض النظر عن المسابقه هو احسن صوت ان شاء الله هيكون موجود الفتره الجايه. بتحب تسمع ايه لعبد العظيم يا عم؟ اغانيه كلها رائعه. اكتر اغنيه انا عيطت في اغنيه يا بلادي وانا معاه، كنت معاه هناك في الستيج، وعيطت في اغنيه على باب الله. احساسه عالي قوي 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 فيها. هو يا بلادي فعلا في اجماع، وعلى باب الله وعلى باب الله دي انا على المستوى الشخصي انا في عبقريه ما شاء الله بجد في ادائهم حقيقي. عمرو يعني حقيقي بنشكرك، يمكن عشان الوقت ضيق جدا. انا عارف. بصوا يا اخوانا والله احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ناخد تليفوناتكم كلها، وانت لا تتخيل في سيل من التليفونات والتعليقات اللي احنا مش عارفين نقراها يعني للاسف والله لضيق الوقت. ولا يهمك. لا انا اللي جيت متاخر، معلش يا عموره. ماشي حبيبي. ماشي ربنا يوفقك يا حبيبي. ميرسي يا عمرو، ربنا يخليك. عبد العظيم، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. على باب الله تحديدا حمزه نمره بعت لك على تويتر وقال لك انت غنيت الاغنيه دي احسن مني تقريبا، ما معناها كذا يعني. لا هو بعت يعني تويت حلو قوي ما شاء الله عليه. بالظبط. يعني بيقول لي بالظبط. فهو انت بجد اديتها بشكل بجد مختلف حقيقي. انا انبسطت في حاجه بقى انت بتعملها. انا عايز اسالك عليه. فكره زي ما كان عاصي اول ما انت دخلت التكنيك. وانت اظن في التقرير اللي اتعمل معاك قبل ما تطلع خالص، قبل ما تغني اي حاجه، قلت انا راجل بتاع تكنيك. يعني هل ده بيقول ان انت مش حساس قوي وبتبتدي تحط تكنيك عشان يوصل الاحساس، ولا انت فعلا بتحس مع التكنيك؟ اظن دي السؤال ده ما يفهموش قوي غير ناس مزيكاتيه، او ما يحسوش قوي غير ناس مزيكاتيه صرف. لا انا هخلي اللي يجاوب على ده الناس العاديه اللي بتسمعني. ما هو الناس العاديه عشان انت هقول لحضرتك تكنيكك حلو. طبعا الناس هتحس انه محسوس. الناس بتحس بالكلمه من عبد العظيم. انا اعتمدت في اخر مرحلتين. انا هقول لك الترتيب اللي انا مشيت بيه في البرنامج. انا مشيت على حدسي ان مفيش ولا واحد من الاصوات اللي كانت في اول المسابقه بتعتمد على ده اعتماد كلي. فانا دخلت قوي في التكنيك في اول غنوه. الحمد لله ربنا اكرمني، وانا كنت في مرحله صعبه قوي. كنت في اخر الاصوات اللي اتقبلت، وكان يعني شيرين اخر مكان وعاصي فاضل له مكان وكده. فكان صعب قوي ان انا اعتمد على حاجه كل الناس بتعتمد عليها. لازم اعتمد على التكنيك. اعتمدت عليه الحمد لله. عمل لي فرش لي البساط. عديت في المرحله الثانيه اعتمدت على التكنيك مع احساس الكلمه بس. بعد كده بدات اعتمد على البساطه اللي بتوصل لقلب الناس بجد. اظن ده بداته من على باب الله اظن يعني. بصراحه حسيت من الاغنيه نفسها. الاغنيه اصلا بسيطه قوي. ده اللي كان بيقول لك اظن ابو الخير كان بيقول لك انه الاغنيه بسيطه فما تعملش تكنيك. فانت قلت له ايه بقى؟ قلت له انا مش حاسس البساطه. فانا اتمنى ان انت تسمح لي ان انا اقول بعبد العظيم. فانا قلت بعبد العظيم وهو اقتنع قوي يعني. الحمد لله. تمام. طيب عبد العظيم، اخر حاجه عشان برضو الوقت جري جدا بسرعه مننا.
انت اول ما قلت برضاكا الاربع كراسي بتوع الاربع نجوم لفوا لك. لا 2 بس. 2 كان شيرين كانوا بيهللوا 2 وعاصي. التانيين ما لفوش عشان ما كانش معاهم اماكن غير اجنبي بس. بالظبط. طيب انت كنت بس مع احترامي برضو معلش عشان صدقا يعني هو استاذ عاصي اللي كان عايز يلف، ما اعرفش استاذ عاصي كان هيلف ولا لا، حتى لو معاه مكان يعني كان هيلف. الله اعلم. احنا كنا شايفين الفيديو. انا عارفه ان استاذ عاصي كان هيلف. انت كنت شايف اختيارك لفريق شيرين يمكن كان بالنسبه لك انت شايف ان ده كان مناسب ليك ولا كنت اختيار لفريق اخر؟ خلينا نشوف اجابه السؤال ده، بس هنطلع لموجز الاخبار مع محمد بسيوني ونرجع لكم تاني. كلمونا على رقم تليفوننا 26 90 66 81. اكتبوا لنا كومنتاتكم على البيج راديو بص وطل بالعربي او بالانجلش. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لها معلش يا أمي أموت وبلدنا تعيش. أمانة تبوسولي إيدينا وتسلمولي على بلادي. نهار السبت على راديو بص وطل اقوى راديو انترنت لسه مكمل معاكم. كريم مسعد بيكلمكم ومحمود ربيعي كمان، ومعانا طبعا نجم ذا فويس عبد العظيم الذهبي، ومعانا تليفون من باريس. الو. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مبسوطه قوي ان انا معاكم. متشكرين جدا. كنت عايزه بس اكلم عبد العظيم. معاك هو سامعك. ازيك يا عبد العظيم؟ الحمد لله كله تمام والله. اسعد مكالمه يا ميرسي جميل والله. لا العفو على ايه. انا كنت بس عايزه اقول ان عبد العظيم انسان محترم جدا، ويعني بجد اخلاق وذوق وكل حاجه. انت حاسه انه عبد العظيم اتظلم في ذا فويس انه يخرج؟ اكيد طبعا، اكيد كلنا حاسين كده اكيد. اكتر حاجه سمعتيها منه كنت مبسوطه بيها جدا وبتحبي تسمعيها؟ يا بلادي طبعا. في اجماع على يا بلادي، خلي بالك. طب بالنسبه لبرضاك دي عشاني انا شخصيا ايه موقفكم من برضاك؟ يعني اول الطلعه بتاعتي يا بلادي جت على الوقت المناسب، هي دي يعني كلنا بجد عيطنا. لا برضاك طبعا كانت حاجه عرفت الناس. انا شخصيا ما كنتش اعرفه للاسف، بس عرفته بالاغنيه دي وبجد يعني خد احساسنا، خد قلوبنا معايا خلاص. انت مصريه ولا مش مصريه؟ لا انا مش مصريه. صح كده؟ على فكره اللي حس دي عبد العظيم مش انا، هو اللي قال. وانا راجل صريح زي ما هو صريح. انت منين بقى؟ ايوه قولي لي. لا هو انا بتكلم مصري كويس قوي. ايوه الجنسيه تونسيه. يا اهلا وسهلا. على فكره عشان ما نغشش الناس، ايه صديقه ليا من باريس. عشان كده يعني عشان من الاخر اللهجه مش عربيه، اللهجه مصريه. بحاول اتكلم مصري زيكم، بس يعني اهو اللي قدرت عليه بقى. المصريين تشرفوا يا فندم. اكيد طبعا. بنشكرك جدا على تليفونك وتابعينا دايما. ميرسي. ربنا يوفقك يا عبد العظيم، واحنا كلنا وراك طبعا ومستنيين جديدك. يا رب. شكرا ليكي. كنا بنتكلم قبل الفاصل عبد العظيم ان انت في التيم او الفريق اللي انت اخترت الفنانه شيرين طبعا، وده حاجه اكيد طبعا فنانه متالقه دايما. لكن انت بعد ما خرجت من المسابقه ما حسيتش ان انت كنت ممكن تختار فريق تاني كان هيبقى انسب لامكانياتك مش عشان حاجه تانية؟ تمام. هو في الاول لفلي شيرين كويس الصبر كويس جدا. الموضوع هنا كانت نسبه وتناسب. انا بحسبها ازاي على المسرح، ما كنتش مركز مع كلام الاثنين ولا مين بيتحايل على مين ولا مين بيقول لي ايه خالص. كنت بفكر مين معاه صوت شبهي. لقيت ان استاذ صابر في عينيه بيقول لي انا عايزك ومش عايزك. انا عايزك قوي وبرضه خايف، لدرجه ان هو عشان كده اتاخر في انه يلف. ممكن يعني الله اعلم. ممكن قوي. هي بانت اعتقد قدام الناس يعني في التي في. طيب نرجع بقى لنقطه مين معاه مين. استاذ صابر معاه 3 اصوات شبهي، انا شايف ان هم بيلعبوا في نفس منطقتي. منهم اللي طلع ومنهم لا خالص مش بنات. اقصد في الشباب كان سامر، كان بدر سلطان، كان محمد طارق. حسيتهم شبهي قوي. يعني بيغنوا اللي انا بغنيه، فهنتزنق مع بعض. انا مش خوف قد ما انا خايف ان انا اتزنق مع محمد طارق او
او بدء او سامر علشان الاثنين مصريين مش عايزين تناحر من الاول. فللاسف التناحر جه عند الاستاذه شيرين مع محمد يوسف. طب انت قلت ان محمد يوسف صاحبك جدا وانك تعرفه، يعني احساسك ايه وانت واقف بتعمل مواجهه مع حد صاحبك وفي نفس وبتغنوا اغنيه والاغنيه انتوا الاثنين بتغنوا حلو؟ والله احساسك ان كلنا حسينا بيه بعد ما خلصنا حقيقي يعني. احنا خدنا عهد على بعض من اول ما عرفنا الاغنيه ان احنا ما حدش يذاكر الغنوه، ولا انا ذاكرتها ولا هو ذاكرها. طلعنا بايلك وارتجال كل حاجه. انا يمكن نسيت كلام فوق على الستيج. احنا على فكره كانت الغنوه اكتر من كده، بس هي القصد عشان المونتاج عشان الوقت يعني بتاع الحلقه. كان الموضوع حلو قوي وحش قوي. حلو قوي ان احنا بنعمل بروفا للناس، بنعمل حفله للناس، ممتعين الناس احنا الاثنين، واحنا الاثنين مكسرين الدنيا. دي كانت حلوه قوي. وحشه قوي ساعه النتيجه، سواء كانت قالت ده او ده كلنا احنا الاثنين هنزعل. فيعني احساس مش عايزه يتكرر تاني يا رب خلاص. طب احنا عايزينك تغني يا عبد العظيم. قول بقى شوف انت عايز تغني ايه. طيب احنا اخترنا منك كذا حاجه، احنا نسيب لك الاختيار المره. انت حر بقى. طيب احنا دي اخر حاجه في الحلقه. لسه عندنا لسه قدامنا وقت قليل. طيب بس ما تقلقش. طيب انا لا اقصد لو اخر حاجه عايز اغني يا بلادي. احنا قلنا يا بلادي في الاخر ده على ده. يعني غني اي حاجه. لما تكون عايز تتغير نفسك ترجع تاني إنسان، المانع طب يلا تغير وابدأ يلا في أي مكان. لما تكون عايز تتغير نفسك ترجع تاني إنسان، المانع طب يلا تغير وابدأ يلا في أي مكان. ابدأ يلا وغير نفسك وما تعملش غير اللي في نفسك. ابني وعمر أكتر وأكتر تلقى كل الناس حواليك. يا عيني عليك. دي حاجة من أيام بقى، عارف بقى أيام إعدادي بقى وثانوي الزمن الجميل بالنسبة لك يعني. بانت قوي في إنسان كلمة إنسان كلمة واضح إنها كنت بتغني من زمان. طيب معنا تليفون. تنهالي عبد العظيم ما شاء الله. ألو مين معانا؟ أنا شيماء من البحيرة. مين؟ شيماء من البحيرة. شيماء من البحيرة، أهلا وسهلا. بلدياتك يا عبد العظيم. انت عايزة تقولي ايه لعبد العظيم؟ يعني عاوز اقول له حلو قوي، عاوز اقول له ان هو يعني يا ريت يشتغل ديني بس. اشتغل ديني بس باذن رب العالمين. وده اللي احنا بنقوله من اول الحلقه يا شيماء. لو تابعتينا انا قلت ده من الاول الحلقه. وانا مش هشتغل ديني بس هشتغل كل الحاجه اللي تعجب الناس ليه هدف. وما يسمى بالغناء الهادف. تمام. شيماء بنشكرك جدا على تليفونك، تابعينا دايما. طب عبد العظيم احنا هناخد بقى تعليقات الناس يعني ايه يمكن ربنا يكرمنا ونعرف نخلصها يعني. في اشرقه محمود بيقول صباح الخير عليكم وعلى عبد العظيم. ايه الاضافه ليك في ذا فويس وعايز اسمع منك على باب الله. ايه الاضافه ليا ان انا كانت نسبه مشاهدتي 2% في الاوبرا مثلا. دلوقتي الناس مش بتستناني اروح الاوبرا، الحمد لله بتستناني ابقى نازل يعرف انا رايح فين، بتستناني اعمل حاجه ولا لا، هعمل غنوه ولا لا، هتتابعني ولا لا. بالظبط كده. انا ما كنتش متشاف. ذا فويس خلاني متشاف. تمام. محمود ثروت بيقول انت افضل صوت في الدنيا، يا ريت نسمع اغنيه لماهر زين بصوت عبد العظيم واغنيه مصر قالت. اكيد هنحاول ده الوقت ادانا طبعا، وانا بشكره جدا طبعا. محمد صفوت بيقول صباح الخير على احلى راديو في الدنيا كلها. صباح الفل على الفنان الجميل عبد العظيم الذهبي ابن بلدي اللي مشرفني بجد ويكفيني اللي انت وصلت له بجد في عيني. انت فنان مهما حصل. حبيبي ربنا يخليك يا رب، وميرسي جدا. ومش عايز برضو اطول علشان الكومنتات بالظبط. الماجيك بيقول صباح الخير عليكم وعلى عبد العظيم. انا محمد بقول لك انت هتكون افضل فنان في مصر بل في العالم كله. يا رب ادعي لي. محمد عبده الاول صباح الفل عليكم بجد. عبد العظيم كان فوق الرائع بس الحظ ربنا ما وفقوش ما وقفش معاك. ويا ريت نفضل نسمعك كتير وما تبطلش تغني. عايز اقول لمحمد ان ربنا وقف جنبي قوي ان انا طلعت من الحلقه دي الحمد لله. وانا راضي. يوسف الشيمي بيقول صوتك لايق مع مدحت صالح في اول اغنيه. في تاني غنوه يعني ده؟ انا لا طبعا انا حاجه واستاذ مدحت مدرسه تانية خالص. بس انا غنيت الغنوه يعني ممكن عشان بس هو حابب يسمع الغنوه. من اهم ميزات عبد العظيم ان هو بيغني بطريقته في كل الاحوال. في كل الاحوال. منى ايمن ازيكم اخباركم ايه يا عبد العظيم؟ ما شاء الله صوتك روعه جدا. تغني اغنيه يا بلادي ان شاء الله هنقفل الحلقه بيها. والله حاضر. طب معانا تليفون نكمل الكومنتات بعد التليفون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟
اسلام امين من البحيره. اسلام امين من البحيره، اهلا وسهلا بلدياتك يا عبد العظيم. حبيبي. طبعا انا برحب بعبد العظيم في البرنامج، مبسوط جدا ان انا سامع صوته. تمام. يمكن ما صادفش بس ان انا اهنيه على صوته في البرنامج الفتره اللي فاتت، لكن كنت حابب اشارك النهارده واقول له فعلا انت احلى صوت في البرنامج. ربنا يخليك يا حبيبي يا رب. ميرسي. ربنا يخليك يا عبد العظيم. ربنا يبارك. وعايز اقول له برضه الف سلامه عليه. الله يسلمك. انا فعلا كنت تعبان من 4 ايام كده. الله ولا يخليك يا يهمك، حبيبي. انت كويس. واسلام كلمني على فكره وانا تعبان الف سلام عليك اسلام. احنا بنشكرك جدا، وتابعنا عبد العظيم هيغني حاجات تانية كتير. شكرا. نرجع تاني للكومنتات. ايمان شيري بتقول ربنا معاك يا استاذ عبد العظيم، وحضرتك فنان مبدع جدا، وانا نفسي اسمع سبتك وبعدت عنك او الدنيا عمياني. الله، لازم سبتك وبعدت عنك نسمع ان شاء الله. حاضر. اسمع بعد الكومنتات على طول. توائم، هي توائم روحي مش توأم روحي. انا بقول لعبد العظيم صوتك حلو قوي، ربنا يوفقك. أشرقت محمود بتقول ما شاء الله صوتك روعة جدا، كتيرة جدا كده. أسامة جبريل بيقول منور الراديو كله يا زيمة، يا أحلى زيمة في الدنيا، ربنا يوفقك وييسر لك الحال دايما، عشان قبل ما تكون أحلى صوت أنت أحلى شخصية وتستاهل بجد كل خير، وبإذن الله العالم كله مش مصر هتوصل له فنك. حبيبي سمسم أدمن البيج، وأحب أشكره شكر خاص. أكيد. وهو الديزاينر بتاع كل الحاجات الصورة اللي عندنا دي هو اللي عاملها. أيوة أنا عارف. تمام. طيب معانا مكالمة بقى من محافظة تانية من الصعيد بقى. سوهاج. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معانا؟ منى من سوهاج. منى معاكي عبد العظيم، تحبي تقولي له ايه؟ انا احب اقول ان هو بجد ما خسرش حاجه من البرنامج، هو كسب حب الناس باخلاقه وبصوته بجد فيه احساس وكل حاجه حلوه. الحمد لله. وان احنا معاه لحد الاخر ان شاء الله. يا رب تفضلوا جنبي كده بس. منه كل حاجه حلوه. يا رب يا رب. تمام. احنا بنشكرك جدا بالظبط وتابعين. اتفضلي. مستنيين ان هو يجي سوهاج ان شاء الله، يعمل هنا حتى حفله صغيره باذن رب العالمين. انا قلت اول ما رجعت من المرحله الثانيه من البرنامج ان باذن رب العالمين هلف في كل محافظات مصر باذن الله، لما يكون معايا منتج شاطر يقدر يقومني على رجلي باذن الله همضي وهلف في كل محافظات مصر معايا بروجرامي انا الخاص اللي انا هعمله باذن الله بعد اول البوم. هلف في كل محافظات مصر اعمل فيها حفلات باذن رب العالمين. خلاص وانا مستنيه، وانا هكون اول الموجودين باذن الله، ويشرفني طبعا. الشرف ليا. شكرا جزيلا. نكمل تعليقاتنا كمان. من الجزائر، احلى صوت يا زيمه واحلى تحيه. دي الاسم انا مش عارفه اقراه، هو تقريبا يوب انا كوكي تقريبا. تمام. ياسمين هلال بتقول بحبك قوي وبموت في صوتك. كمان ياسمين بتقول نفسي اسمع دي تقريبا. اسمع على بص يعني هو فرانكو على قد ما حبينا، على قد ما حبينا. عايز اسمع على قد ما حبينا علي الحجار. تمام. علي الحجار. منوش احمد بتقول انت احلى صوت يا ابن بلدي، ربنا يوفقك. من الجزائر برضو يوب اند كوكي بتقول انا بحب صوتك جدا، انا ما كنتش بعرف اغنيه حمزه نمره لحد ما سمعتها منك وعجبتني جدا، وحتى اغنيه مدحت صالح مش عجبتني الا بصوتك، ولا اغنيه يا بلادي يا لهوي عليك. ربنا يوفقك، ومش بس مصر معاك، الجزائر كمان. احلى تحيه من الجزائر. ايمان العطار بجد انت صوتك رائع وربنا يوفقك. كمان سعاد تقريبا. سعيد حامد بيقول ربنا يحفظك يا عبد العظيم، وانت انسان محترم وكنت تستحق حاجات كتير بصراحه. انا بموت في اغنيه يا بلادي، انا بكيت عليها، كلنا هنسمعها اكيد. مادة UWK جامد قوي يا نجم، بس عاوز اسمع منك اغنيه حمزه نمره الميدان. كمان فاطمه علاء بتقول ربنا يوفقك يا عبد العظيم، قد ايه محترم وتستاهل بجد كل خير. عبد العظيم ربنا يوفقك يا رب دايما، يجنن صوتك. دي هدير سلام، وانا ما عملتش ريفريش، ولو عملت ريفريش مش هنخلص. فاحنا ناخد اتصال قبل الريفريش، فنقول الو. ايوه مين؟ محمد ياسين. يا اهلا وسهلا. عبد العظيم انا عايز اقول لك حاجه. انا بجد من اشد المعجبين بيك وبحبك جدا. اتمنى انك ما تكونش زعلت مني، لان بجد انا يعني فخور بيك جدا، وبجد انت مثل اعلى ليا والمصر كلها. وانا بحبك جدا وطالب منك طلب صغير اتمنى انك تحققه لي. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اسمع اغنيه برضاك. ايوه كده. انا يا محمد يا عيوني يا جميل كده كريم هيبوسك. انا والدتي قاعده معايا ووالدي قاعد معايا واصحابي كلهم قاعدين معايا ومش مصدقين اساسا ان انا بكلمك، فانا عايز اسمعهم دلوقتي على الراديو من عيوني. انت بتغني اغنيه برضاك. لا من عينيا. نشكرك جدا محمد، هنسمعها دلوقتي. ده قرار انا بحبك جدا جدا جدا، وانا بموت فيك والله العظيم. لا ابدا ما اقدرش نشكرك جدا على تليفونك. شكرا جدا. قرار ديكتاتوري برضاك. برضاك يا خليل رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك
صورت أعضائي برضاك يا خالي، لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت أعضائي أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي لما أناجيك لما أناجيك لما أناجيك لما أناجيك ولما تستمع مفيش كده اهو مفيش هو كده مش قادر مفيش كده ما شاء الله عليك بجد. حبيبي. طب ناخد ماشي ناخد ماشي تليفون ناخد لسه يعني تليفون. يعني ناخد تليفون نشوف الناس بتقول ايه. الو 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 ايوه مين؟ سامع؟ الو بحاول اسمع مفيش الخط قطع تليفون. معلش. طيب بس ما شاء الله ما شاء الله. عايز اقول لك على حاجه، هناك من الناس اللي انا اعرفهم الموسيقيين الموهوبين جدا الشاطرين اللي المدرسين مزيكا يعني بيقولوا ان عبد العظيم في وجهه نظرهم غنى الاغنيه دي مش احسن من ام كلثوم ولا حاجه، مش ده القصد، ولكن بس مختلف بطريقه مختلفه. والقفله اللي في الاخر بتاعه شكواي دي القفله اللي خلتك بص يعني اللي خلت الناس تقول ان عبد العظيم ممكن يكسب البرنامج بكل سهوله. القفله التركي دي. طيب ناخد التليفون. انت برضه بتحب المزيكا التركي جدا. الو ايوه مين؟ انا والدة عبد العظيم. يا اهلا وسهلا يا بنت، ازي حضرتك؟ يا اهلا بيك. يا اهلا وسهلا. عايزه اكلمه لو سمحت. هو سامع حضرتك، اتفضلي. احنا على الهوا. انا عارف ان انا وحشتك بقالي كام يوم بعيد. وحشتني قوي يا بودي. ربنا يخليك يا حبيبتي. طب قولي لنا بقى ربنا يكرمك يا ابني يا رب. يا رب. بتحبي تسمعي من عبد العظيم ايه؟ بحب اسمع صوته في اي حاجه. اكيد طبعا، بس اكيد في اغنيه بتحبي تسمعيها برضه. ما بتحبش تسمعني وانا بغني، تحب تسمعني وانا بتكلم. والله طبعا اللي بكتنا قوي بلاد. طب في بص في اغلبيه عليه قوي في الفتره دي. انت عبد العظيم ابن مطيع؟ الو ايوه حضرتك سامعاني؟ بقول لحضرتك عبد العظيم ابن مطيع. ايوه حضرتك سامعاني؟ انا بسال حضرتك عبد العظيم ابن مطيع جدا جدا جدا. ربنا يبارك فيه يا اللهم امين. وبار بوالديه وما شاء الله عليه والله. كل ده بفضل دعواتكم والله. بس الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمه كمان وكمان يا رب. يا رب يا رب. بنشكرك جدا يا فندم، واكيد هنسمع دلوقتي يا بلادي. اكيد بنشكرك على تليفونك مهم جدا. شكرا جدا. طيب كان في بقى اغنيه تاني اتطلبت برضو؟ مش فاكر، ده في اغاني كتير قوي اتطلبت حقيقه. في اغنيه انت سبتك وبعدت عنك. بالظبط. يلا بينا بقى. قول. هي رباعيه صغيره كانت رمضان اللي قبل اللي فات. تمام. او من 3-4 سنين رمضانات يعني. سبتك وبعدت عنك وهربت يا ربي منك. سبتك وبعدت عنك وهربت يا ربي منك. كتير غلطت يا ما وراجع بعتذر لك. أنا راجع بعتذر لك. أنا آسف عالغياب خجلان من ذنوبي. كنت مغمض عينيا عن رحماتك وفضلك. عن رحماتك وفضلك. حريف. لا معلم يعني مش بيهزر يا جماعه والله، الراجل ده مش بيهزر. مصطفى حجاج. الو مصطفى. الو ايوه يا مصطفى.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك في راديو بوصوتل. اهلا وسهلا بحضرتك عبد العظيم. عبد العظيم معاك وسامعك، ممكن تقول له كل اللي انت عاوزه. ازيك يا عبد العظيم؟ ربنا يخليك يا حبيبي يا رب. ميرسي يا مصطفى، ربنا يخليك على اتصالك. الله يبارك لك يا عبد العظيم. انا لسه طبعا مكلمك من انت واضح انك مكلمه من كتير. التليفون فيه مشكله يا مصطفى تقريبا. ما تدوسش على الزراير يا مصطفى. التليفون فيه مشكله بالصوت، مش طالع يعني مظبوط. ما تدوسش على الزراير وانت بتتكلم. طيب سامعني كويس كده؟ يا حبيبي تمام، اتفضل. مصطفى اتصل من السعوديه بس معلش. بص انا يعني والله العظيم طبعا انت عارف طبعا انا بحبك قد ايه، وطبعا عارف ان انا يعني بحترمك جدا قد ايه، ويعني كلمه حاول ان انت على طول تستمر في نفس اللون اللي انت بتغنيه يا عبد العظيم، وربنا يقويك يا رب، وربنا معاك يا رب يا حبيبي يا رب. دعواتك يا حبيبي على تليفونك. شكرا جدا يا مصطفى. يا عبد العظيم. شكرا ليك يا عبد العظيم. مع السلامه يا حبيبي. نورة محمد منصور بتقول ربنا يوفقك يا عبد العظيم، بجد انت فنان محترم، بجد محترم. محمود ثروت في اغنيه بيقول في اغنيه الماهر زين يا جميل يا جميل او حاجه هو كده كان طالب اغنيه الماهر زين. طيب منى بتقول انا عايزه اقول لعبد العظيم ان هو ما خسرش، هو كسب حب الناس باخلاقه وبصوته. ليلى احمد بتقول بجد صوتك تحفه يا مشرفنا، عايزه اعرف انت عايز مين يكسب في ذا فويس في الحلقه اللي جايه. احنا قلنا عبد العظيم اظن نتكلم في الموضوع ده في الاول. تمام. نونا بتقول انا عاوز اسمع دار الزمان بينا. دار الزمان بينا مع ايمان البحر درويش. دي اغاني احد الاغاني الموجوده لعبد العظيم على اليوتيوب، بغنيها من الاوبرا. في طلبات كتير قوي يا عبد العزيز، خلينا ناخد الكومنتات ونسمع حاجه. بالظبط. احمد ميزو بيقول انا بحبك قوي وبحب صوتك قوي وعايز اسمع اغنيه يا بلادي منك. حاضر. احمد ماهر بيقول يا عظيمه حبيبي ربنا معاك، ونفسي بقى بوابه الحلواني، اسمع بوابه الحلواني. عايز اسمع تتر بوابه الحلواني. ملاك عمر بتقول عبد العظيم انا بحب صوتك، انا بغني وبس مش بغني عربي، انا بغني تركي، ومامتي سمعتك لاول مره بتسمع عربي سمعتني، او لاول مره بتسمع عربي سمعني تركي قريب. هي عايزه تسمع منك تركي. هو غنى الراجل قفل برضاك تركي. عايزين ايه تاني؟ نسيم خليل تركي قريب ان شاء الله. ايه لا مش هغني تركي. طب معانا حسن، نشوف حسن. الو حسن. الو حسن، نوفل من البحير. اهلا بيك حبيبي حسونه. حبيبي اخبارك ايه يا حبيبي؟ الحمد لله كويس. معاك عبد العظيم، حابب تقول له ايه يا حسن؟ انا بحبك قوي يا عبد العظيم، صوتك جميل جدا. وانا بحبك قوي يا حسن والله. واخواتي ومامتي كلهم بيحبوا صوتك. على فكره حسن اصغر فان يعتبر، يعني اصغر حد من اصحابي. عندك كام سنه يا حسن؟ ايه؟ عندك كام سنه؟ عندي 15. ما شاء الله عليك. بتحب تسمع ايه لعبد العظيم؟ بحب برضاك. برضاك لسه مغنيينها دلوقتي. والله اهل البحيره دول ناس كمل وناس محترمين وعلى العين والراس. حسن سلمنا على كل العيله يا حسن. بنشكرك جدا على تليفونك يا ابو علي. شكرا يا حبيبي. كمان الماجيك ابو قهوه اللي هو محمد بيقول انا نفسي اسمع دار الزمان من عبد العظيم. طيب كمان كان في برضو نسيمه خليل ما قلناش الكومنت بتاعها، بتقول عبد العظيم انت فنان تستاهل كل خير ومحترم ومستنيين منك كل جديد، وانت فعلا اتظلمت. قلت لك بس انا قلت لك قبل كده انت بلدياتي، بس اكيد هتفهمني. طيب احنا نغني بقى يا عبد العظيم، نغني. حاضر. شوف انت عايز تغني ايه بقى. انت طلب منك ماهر زين وعلي الحجار والحلم الحزين وعلي الحجار وبوابه الحلواني. يعني اختار منهم بقى عشان الوقت جري جدا بينا، ايهما يعني الافضل؟ قالوا زمان مثلا المال والبنون. يلا يا سلام. يا عيني كنا نقوم اروح شكلي. قالوا زمان دنيا دنيه غروره، وقلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر وله 1000 صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. كفاية علينا كده. ماشي. طب ناخد التليفون. تليفون. الو مين معانا؟ ايمان من السويس. يا اهلا وسهلا يا ايمان. عبد العظيم معاكي، تحبي تقولي له ايه وعايزاه يغني ايه سريعا؟ مش هو كل اغاني حلوه طبعا، بس انا عايزه يعني الاغاني اللي غناها في ذا فويس ينزلها MP3 زي ما عمل على باب الله. نزلت والله، نزلت يا ايمان، نزلت يا بلادي. ما هي نزلت، بس انا عايزه بقيه الاول. ويا بلادي كمان نزلت برضو. تمام. ولو هيغني دلوقتي يغني على كوكب تاني. كوكب تاني. حاضر. شكرا جدا. طب في كومنت حلو بقى، ملاك عمر بتقول زيما انا اتطردت من المحاضره عشان اكلمك وبرضه مش عرفت اكلمك. انا هموت لو ما كلمتكش. يا ريت تقدر تكلمني. ابعتي رقمك واحنا نكلمك. مش قصه يعني. ربنا يسهل. في كمان احمد ميزو بيقول عبد العظيم بحبك قوي وبحب صوتك، وقلنا برضاك. يعني بص كل الناس لما انا قلت برضاك بس الموضوع اشتغل يعني. لا هو برضاك عملت بجد يعني تأثير جامد. يعني بجد مش ممكن. انت رهيب ورائع. انا بالنسبه لي انا مستمتع جدا وانا قاعد بسمعك حقيقي. وطبعا الكومنتات انا برضو. تليفون. الو. يلا بينا. الو. ايوه مين؟ انا شيماء فوزي. يا اهلا وسهلا يا شيماء. عبد العظيم معاكي، تحبي تقولي له ايه؟
انا بحب عبد العظيم جدا جدا جدا. انا كنت كلمته قبل كده وكان بجد بان قد ايه هو انسان بسيط قوي. لما بقول له اكيد انت عبد العظيم قال لي ايوه انا بشحمه ولحمه. حبيته جدا، ربنا يوفقك. وبالفعل من بعد ما طلعت ما عادش حد بيتابع البرنامج اساسا. كلنا بنحبك وانت ذا فويس لينا يا عبد العظيم. ربنا شكرا جدا يا شباب، ميرسي جدا لتليفونك. عايز اقول لكم يا جماعه التليفونات احنا مش ملاحقين فعلا على التليفونات والكومنتات. الريفريش ب 50 مش عايز اقول لكم يعني. طب عبد العظيم يعني ربنا يزيد ويبارك. عم بجد تحسد ولا ايه؟ يعني الوقت بجد جري معاك بسرعه جدا جدا جدا. انا بس في الاخر عايز اعتذر لكل الناس اللي كان عندها طلبات كتير الاغاني اللي انا اللي بعتذر بجد. انا جيت متاخر معلش والله. حصل خير اتعوضت. وبجد بنشكرك على انك كنت معانا النهارده، وبنعتذر برضو لكل الناس اللي ما قدرتش تكلمنا. كان نفسنا يكون الوقت اطول من كده عشان ناخد تليفونات تاني. طيب عشان خاطر عبد الله اخر تليفون. الو. ايوه مين؟ رحمه من البحير. تحبي تكسبي ايه بقى بما انك انت اخر تليفون وحظك حلو؟ رحمه معاكي عبد العظيم، عايزه تقولي له ايه سريعا؟ عايزه اقول له صوتك جميل جدا وكل الناس بتحبك وكل الناس وراك اصلا. كسبت من البرنامج كتير ومش خسران حاجه خالص، ومستنيينك في ألبومات وحفلات وفي كل حاجه. احنا بنشكرك جدا. وانا عايز اقول حاجه انه عبد العظيم هو يعني لاول مره او مش لاول مره، هو اول ظهور في الميديا من بعد ذا فويس كان في راديو بوصو طول. فانا بشكره جدا جدا على ده. عبد العظيم كلمه اكيد للراديو بقى. كلمه اخيره. انا بحترم راديو بوصو طول، علشان كده انا يعني اول ما كريم بعت لي مسج قال لي انا قلت له انا معاك. شوف حدد امتى وانا معاك. وعلى فكره انت عارف ان انا عندي في لقاءات تلفزيونيه قريب. انا عارف. قلت لك انا مكنسل ده او ماجل لحد ما نبقى مع بعض. صح. بصراحه علشان انا بحترم راديو بوصو. وانا متابع قوي سواء جهاد عمران لما كان موجود او غيره كنت متابع. انا مركز قوي. ده حاجه عظيمه جدا بجد. عبد العظيم بجد كنا مبسوطين بيك انك معانا النهارده في نهار السبت والله. احنا بقى هنختم الحلقه وهنسيبك معايا بلاد بالظبط. حلو. كان معاكم محمود ربيعي وكريم مسعد، ومن على الميكسر عبد الله فرج، وكان منورنا اكيد عبد العظيم الذهبي نجم ذا فويس. هسيبك دلوقتي كمان عايز اقولها محمود بعد اذنك فضل. عشان لا ننسى شكر من يستحقون الشكر من نصر كمان طبعا. احمد طبعا. مؤمن عبد الله فرج مروه، كل من ساهم في خروج هذه الحلقه. شكرا مستمعي راديو بوصو طل. اكيد هنسيبك بقى مع بلادي، واكيد هنقابلكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده من نهار السبت. بقول للناس باي باي بس وهتوحشوني. اتفضل. يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لها معلش يا أمي أموت وبلدنا تعيش. أمانة تبوسولي إيديها وتسلمولي على بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد. بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ولابسة جديد. لآخر نفس فيا بنادي بموت وانا بحب بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي.
ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي، أموت أموت وبلدنا تعيش. أمانة تبوسولي إيديها وتسلمولي على بلادي. يا بلادي أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد، بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ولابسة جديد، لآخر نفس